ليه الاهلي ما كسبش باتشوكا؟ ليه الاهلي ما كسبش؟ انا بقول فنيا عملنا ماتش حلو جدا، صح. مسيطرين على ال 120 دقيقه، عندنا فرص كتيره جدا ان انت تكسب، سواء في اللقاء نفسه او في ضربات الجزاء. عندك فرص كبيره، ولكن انت كنت خلاص يعني في ضربات الترجيح دي الناس كلها قالت لك بس انت كسبت خلاص، اول اتنين يروحوا كده، صح. واللعيبه نفسها قالت كده، صح. لان رد فعل بعد الفرصه الثانيه او احنا جبنا في لقطه كده جت على اللعيبه كانت مبسوطه جدا خلاص ان الموضوع خلص يعني. فده انا شايف ده، ولكن انا بحب الاهلي. يعني ايه، هو احنا اللي كنا بنعمل ده ليه بيتعمل فينا دلوقتي؟ يعني احنا كنا التوفيق ده معانا، احنا التوفيق راح ليه؟ تفتكر ليه؟ لا انا عارف ليه، يعني انا عندي اسبابي كراجل اهلاوي. يعني اللعيبه شايفه نفسها. انا متعود معاك دايما على الصراحه، وانا بتكلم بصراحه دايما في اي مكان. وانا دايما معاك، انت عارف انا اروح راجع بالشريط شويتين ثلاثه لورا، لان انا دايما بشوف اي قرار بيتاخد نتائجه بتبان على القدام، صح، ما بتبانش في وقتها. مش لازم في لحظه تاخدش قرار النهارده فيبان نتائجه بكره. لا القرارات يعني الدوري دلوقتي لما اتعمل الدوري المعتاد الريتم فيه بطيء، وعندي الدور الثاني وعندي وقت وعندي لما قررت بس ان انت تغير شكله الدوري اختلف ان كله بيجري. ده عشان قرار انا شايفه صح واتاخر جدا وصح. فاذا القرار مهم عشان تبني عليه، ممكن تبني عليه 3-4 سنين. القرار بتعرف هو صح ولا غلط مش في وقته. القرار بتعرف هو صح او غلط بعد شويه حلوين. فانا النهارده انا اقول النهارده ليه الاهلي غاب عن التوفيق؟ فني مش هنتكلم فني لان هو فني احنا نكسب، والامور بالنسبه لك كان اللقاء نفسه في 90 دقيقه كمان مش في 120 تكسب، والامور بالنسبه لك وتكسب 2-3 كمان عادي يعني. ولكن التوفيق لازم تروح راجع بالخريطه كلها. طيب الخريطه كلها بتبدا بالنسبه لي كرضا راجل اهلاوي، مش عايز حد يزعل مني نادي الاهلي، ولكن انا بتكلم اللي انا شايفه حبا في النادي يعني، مش بتكلم في التخطيط. طالما انا شايف ان الاطار مش ماشي في اطار اللي انا متعود عليه او متربى عليه هقوله يعني. صح. سيد عبد الحفيظ، جميل. ادي اول نقطه، رحيل سيد عبد الحفيظ من هنا. ادي اول نقطه. هو مشي ليه وايه الاسباب؟ انا ما اعرفش لحد دلوقتي. خلينا نقول الاسباب اللي بنسمعها. المعلنه اللي بيقول احنا بندخل وجوه جديده، دم جديد او كوادر جديده. احترمت جدا القرار سواء صح او غلط، انا احترمته. انت ادرى بيا، انت ادرى مني، انت في الليله جوه. جبت مين؟ خالد بيبو. تمام. خالد بيبو دخل اشتغل سنه، فيها نجاحات ولا ما فيهاش؟ فيها بنسبه تتعدى 90%. جميل. قرار يمشي. طب ليه؟ مش ده كادر جديد وبتبنيه، هيتبني في سنه ولا انت بتبنيه؟ يمكن شاف حاجه في السنه دي حس انه مش هو ده المكان الاصلح ليه، يبقى اختياره غلط من البدايه. صح. يبقى انت عندك مشكله. جميل. حلو. يبقى النظره من الاول كانت غلط. يبقى كانت غلط من البدايه. ماشي. يبقى انت عندك غلط هنا، يبقى احنا انت عندك مشكله. خلينا نمشي مع بعض. امشي معايا وانا هفكر معاك بالصوت الثاني. اوكي بالظبط كده. حلو. دخلنا هنا خالد بيبو مشي، ما اعرفش ايه وجهه النظر. خلينا نقول ان انت كنت شايف حاجه وما لقيتهاش فغيرت. ماشي. ودي انا بستبعدها، ولكن مطروحه وماشي. يبقى انت برضو من البدايه كانت غلط. حلو. اختيارك من البدايه كان غلط، وده مش موجود في الاهلي. ماشي. انت بتاخد قرار يبقى بتاخده درسه 100%، وعارف نتائجه وعارف الشخص اللي انت جايبها وهتعمل ايه ومش هتعمل ايه، والسيناريو ل3-4 سنين جايين ده لازم. حلو. معنى ان هنقف بعد سنه يبقى هنا كان في مشكله في البدايه. يبقى عندك مشكله من عند سيد، وبعد كده قرار اللي يدخل وبعد كده قرار انه هيمشي. ماشي. كده كام غلطه؟ 3. حلو كده. بعدها اتقال، انا بمشي على اللي بيتقال. انا ما اعرفش حاجه داخليه عشان برضو الناس ما تفتكرش انا جايب حاجه من جوه. ماشي. اتقال ان الراجل مش عايز مدير كوره. ان كولر مش عايز مدير كوره. مش ده اللي حصل؟ ايوه. ابتدينا السنه من ايه؟ من غير مفيش حاجه. ده قرار مين؟ المفروض ان كولر مش عايز مدير كوره. ده قرار الراجل. وانت وافقته. وافقته معناها ايه؟ ان انت مقتنع بالقرار. يبقى انت تحمي قرارك. جميل. انا ما بدي قرار انا بحميه مهما كانت الضغوط. صح. مهما كانت الضغوط. صح. فابتدينا السنه من غير حصل ازمه. راح راجعين جايبين محمد رمضان. جبنا محمد ليه؟ ما انت مقتنع بالقرار وبتأيده. رجعت جبت محمد رمضان ليه؟ يبقى القرار كان غلط. حلو. يبقى دي كام غلطه؟ 5. 4 ولا 5؟ 4 انك وافقت، وبعدين 5 انك جبت بقى. بالظبط كده. حلو هنا. طيب تمام، مشينا الدنيا دارت واشتغلنا. حصل مشكله كهرباء. ايه اللي حصل في كهرباء؟ ترحيل. انهي مشكله فيهم؟ اللي لما ترحل
ماشي من هناك. اوكي حلو ده. انا بمشي بالسيناريو من اول سيد عبد الحفيظ بس عشان نبقى الامور واضحه. كهربا عمل مشكله، انت خدت قرار ايه معاه؟ انك توافق على ترحيله من هناك. انت رحلته وغرامه كام؟ مليون جنيه. مليون جنيه. فاذا ده مش جوه النادي اصلا، ده النادي الاهلي. فاهم. ما دام الموضوع كبير قوي كده، برافو عليك، يبقى شكرا، انتهت العلاقه. ده ايه؟ سيستم الاهلي اللي انا اعرفه، انا اتربيت عليه. موافق جدا. معنى ان انت تغاضيت عن الموضوع وسبته يشتغل تاني ويدخل في السيستم تاني، وبعدها بماتش او يمكن تاني ماتش بعدها بعد الاخفاق بيلعب، هنا دي غلطه تانية. رجع واتقال انه اللعيبه الكبيره ضغطت واتوسطت وحاجات كده، وكهربا رجع. مفيش في الاهلي الكلام ده. ماشي. الموقف الثاني امام، مشكله مع حد فرد امني الاول، وبعد كده مشكله مع كابتن الفرقه. صح. طلعت غرامه مليون جنيه. غرامه مليون جنيه ده رقم كبير جدا. معناه ان الحدث كبير. صح. المليون جنيه مش هيتعمل عشان امام بس اللي شنو وحش خالص، اكيد عمل حدث كبير. صح. هل الحدث الكبير اللي الغرامه بتاعته توصل مليون جنيه يبقى انت قرارك فيه ان هو يرجع بعدها بماتش يلعب؟ اكيد لا. صح. كل دي غلط، كل اللي انا قلت لك ده غلط. ماشي. يتحملوا الناس اللي بتدير، صح، والناس اللي بتدخل. ماشي. في حاجه هنا مفقوده. هويه الاهلي هنا مش موجوده. فانت عايز التوفيق يرجع لك، وعايز النادي الاهلي اللي الكره في الدقيقه 90 بتتعمل بالعرض، حد بيحط الكره تخبط في العرض وتدخل. هو ده يرجع صح، لان ده ما كانش موجود. لان اللعيبه لما اتمردت على النادي الاهلي زمان اللي اتربينا عليه وشفناه 86 لعبنا باولاد صغيرين ومفيش مشكله، يلا بره وعادي، واكسب الزمالك وعادي، يلا شكرا. ولو ما كسبتش الزمالك ما كانش هيبقى في مشكله. صح كده. وعلى فكره هم قالوا كده وقتها، لو خسرت الماتش ده برضه ما عنديش مشكله. لان انا بشوف ان جمهور النادي الاهلي لازم يبقى كده. اللي مش عاجبه النادي يطلع بره. صح. واللي مش عارف يدير النادي يطلع بره. واللي مش عاجبه اي حاجه يطلع بره. مهما كان اسمك ومهما كان انا هحتاجك قد ايه. صح. في الاخر كله بيبطل، واللي بيتبقى هو المكان والنادي صح. في الاخر انا النهارده عندي لعيب مهم مش اهم من النادي. صح. لو هخسر، انا وجهه نظري، لو انا هخسر بطوله اخسرها ولا اني لعيب عندي يبقى مش ماشي على نظام، اخسرها مش عايزها واطلعه بره واجمع فرقه واعمل فرقه من اول وجديد واستحمل سنتين مش افضل حاجه بالنسبه لي، ولكن سيستمي وهويتي تفضل موجوده، وهترجعني تاني. ده هويتك وده سيستمك. لو حد هيدخل بره السيستم هيحصل لك اللي بيحصل لك خلاص. ده ملخص المشهد اللي انا شفته النادي الاهلي فيه.